ازيكم يا اهل اخوات في الكون، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. طبعا فيديو النهارده بيتكلم ازاي توقع رقمك المحظور من واتساب. طيب بص يا قلب اخوك، قبل اي حاجه كده، اول حاجه انزل صلي على النبي في كومنت وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك لو الفيديو عجبك، وايه وركز معايا في الفيديو عشان بصراحه جالي النهارده بطريقه فكه كده حاجه ايه عظمه العظمه. بص يا قلب اخوك، معانا النهارده طبعا رقم طاير انتهاك مشدد. تمام. مثلا سيدنا محمد هو دوت. تمام، هو دوت الرقم بتاعنا بتاع النهارده. طيب بص يا قلب اخوك، اولا كده هو دوت الكود بتاعنا بتاع النهارده. تمام. طيب هتيجي انت يا صاحبي هنا، هتجيب يا اسطى انت ايه الجيميلات دي. تمام، وهتخش يا اسطى ايه على الجيميل بتاعك. تمام. طبعا يا شباب، انتوا لو واحد مثلا ايه، لو مثلا انت الجيميل مهنج عندك، او مثلا ما بيبعتش يعني ايه الشركه ما بتردش عليك وكده، هتروح يا اسطى هتاخد الرساله اللي انا هوريها لك دلوقتي. تمام، هحطهم هنا يابا. تمام. بعدين يا قلب اخوك هتروح كده، هتجيب يا اسطى انت ايه الموضوع كده. تمام. وبعدين يا اسطى هتروح هنا كده، هتحط الموضوع. بعدين ايه هتروح هتجيب ايه الرساله. تمام يا قلب اخوك، بعد كده ثواني، وهتدوس على انت ايه ثواني، هتدوس على السهم اللي فوق ده. تمام، هتدوس عليه كده. ثواني كده يا شباب. ثواني تقريبا عشان الجيميل بانه كان مهنج عندي. تمام، هنروح يا اسطى برضه كده، هتجيب الجيميلات تاني، وهتروح هتجيب الموضوع، وبعدين هتروح هتجيب الرسالة. وهتدوس ارسال. طيب يا شباب، طبعا انا قلت لكم ان الجيميل عندي ان هو ايه ممكن يكون بيهنج شويه، لان مش عارف الفتره اللي فاتت ديت بدا يهنج عندي. طيب بالنسبه للناس اللي برضو ان ايه الجيميل عندهم مهنج، تمام هتخش يا اسطى انت هنا ايه على نسخه واتساب الاعمال، هتحط انت يا اسطى الرساله ديت. تمام، هتدوس التالي كده، هتدوس عايز الاجابه عن سؤالي، هتحوله على الجيميل او عندك اوتلوك برضو هتحوله عليه. تمام كده يا قلب اخوك الرسالة ايه اتبعتت. تمام يا قلب اخوك، دلوقتي تقريبا الجيميل كان مهنج، ودلوقتي ايه ردوا علينا هنا اهو. تمام بيقول لك مرحبا، شكرا على رسالتك، نتفهم انه لا يمكنك الوصول الى واتساب. إذا سريع الرد على طلبك يرجى فتح واتساب وإدخال رقم هاتفك ثم النقر على الدعم. يمكنك أيضا الرد على هذه الرسالة مع ذكر رقم هاتفك. طيب بص يا قلب اخوك، انت بقى هتسيب الرد بتاعهم كده، هتدوس برضو على على علامة الجيميل اللي فوق دي. تمام هتفضل سايبهم كده يا قلب اخوك 8 ساعات بالكتير. تمام، بصراحة قسما بالله الطريقة انا مجربها، الطريقة انا جربتها كتير وكذا مرة ونفعت معايا. الطريقة ديت يا اسطى انت ايه هتعلق الجيميل بتاعك 7 ساعات، هتعلق بقى 10 جيميلات او 15 جيميل، وبعدين هتروح تبعت رقمك مرة واحدة على كل الجيميلات على طول. طبعا لو انا بتعلق الشركة مرة واحدة والشركة ساعات ما هتلاقي ضغط على الضغط كتير على الرقم ده، هتبقى جدا انها ايه هتفك عافية.
وغير كده ان الكود بسم الله ما شاء الله ممكن تحوله لعبري او روسي هيشتغل معاك برضو، مش هيقولك لا. تمام. بهدايا يا قلب اخوك، لو ردوا بطعن هتعكس على رقمك من 5 نسخ بس، ردوا اباحي عيار تقيل ارهابي بقى والشنو ده برضو هم يعني ممكن تعكس من 10 نسخ فيك او اساسي بقى زي ما تيجي، بس الاحسن هتعكس باساسي. بعد كده يا قلب اخوك هتروح وتبعت تاني من نفس الجيميلات، هتلاقي الرقم بيتفك معاك على طول. طيب يا شباب دلوقتي انا اسف طبعا انا ما كنتش يعني ما كنتش بنزل فيديوهات الفتره اللي فاتت بس عشان انا كنت في الشغل ومشغول كده وما كنتش فاضي. طيب ودلوقتي ان شاء الله باذن الله انتظروا غدا يعني هتلاقوا يعني هجيب لكم كود تاني، اقسم بالله حاجه كده عظمه العظمه. وهي بس كده يا شباب، اشوفكم بخير يا احلى اخوات في الكون.